مساء الخير مشاهدينا الاعزاء، اهلا بيكم من استوديوهات راديو في السكه. محتوانا المره دي عن البيزنس. الحقيقه انا اخترت التوبيك بتاع البيزنس لان بقى توبيك مهم، ناس كتير مهتميه بيه، ناس كتير بتعمل سيرش عليه. ابتدى ناس كتير تفكر انها تعمل بيزنس. يمكن ما كانش الكلام ده موجود هنقول من 10 15 سنه. انا ازاي افتح بيزنس؟ ازاي انجح في البيزنس؟ هل انا مناسب ان انا افتح بيزنس ولا لا؟ الحقيقه هو موضوع البيزنس هو موضوع تفصيلي وفي يعني ديتيلز كتير جدا. هو ليس فقط ان انا معايا فلوس اروح افتح مشروع، لا، هي دراسة كاملة. هو للأسف هي دي المينتاليتي بتاعت ناس كتير بتفكر ان انا عشان انجح في حياتي فانا لازم افتح بيزنس. لا، هو مش شرط ان انت تنجح في حياتك انك تفتح بيزنس. النجاح انك ترضي نفسك، وان انت شايف ان انت عايش بلايف ستايل هي عجباك، فهو ده في حد ذاته نجاح. بمعنى ايه؟ يعني انا ممكن النهارده اكون موجود في وظيفه في مكان ما، في اوتيل، في شركه، في جيم كبير، وانا تمام، انا ساتسفايد بالمواعيد، ساتسفايد بالسالري، ساتسفايد بالتيم اللي انا شغال معاه، بالكارير اللي انا شايفه او انا رسمه لنفسي. فتمام، انا كده اوكي، انا تمام مبسوط، انا مش عايز حاجه غير ان انا من خلال الكلام ده انا فاتح بيتي ومظبط دنيتي ومظبط حالي، فبالتالي انا مبسوط. فده نجاح. انا ما ينفعش اقول على الشخص ده من وجهة نظري انا لا، ما ده مش ناجح، ليه ما فتحش بيزنس؟ لا، ما ينفعش انا اتكلم بالمنطق ده، لان هي مش قاعده. في واحد تاني يقول لك انا ما بحبش اشيل مسؤوليه، فبالتالي انا مش عايز افتح بيزنس واشيل مسؤوليه راس مال، واشيل مسؤوليه شركاء، واشيل مسؤوليه افراد انا شغالين معايا والى اخره، واخش في الهاسل ده. انا كده مبسوط جدا، انا بروح الساعه 8 بمشي الساعه 4، عندي جمعه وسبت اجازه، باخد مرتب معين، بنفيتس معينه، انا شايف ان انا ممكن اترقى بعد كذا سنه، انا كده زي الفل، انا كده تمام. فده يعتبر نجاح، وده فكر يحترم. ما اقدرش اقول على البني ادم ده مش ناجح. طيب على الجانب الاخر، لو حد قال لك لا انا مش مرتاح في الوظيفه، انا شايف نفسي بيزنس مان. شايف نفسك بيزنس مان؟ جو اهيد، افتح البيزنس بتاعك، ادرسه كويس، شوف انت عايز تعمل ايه، وابتدي اشتغل. علشان كده موضوع البيزنس صعوبته او التشالنج فيه او التحدي اللي فيه ان انت حضرتك مش عمليه ان انا معايا فلوس انا هفتح بيزنس. لا، احنا كده بقى دخلنا في قصه تانية، وهي المايند سيت بتاعك انت كراجل بتفتح بيزنس. البيزنس مسؤوليه. انا النهارده معايا فلوس وهفتح بيزنس، خلي بالك ان انت يعني بتجازف بالفلوس دي، ايا كان المبلغ اللي انت معاك شكله ايه، ايا كان حصولك عليه، سواء من شركة، سواء من قرض، سواء فلوسك الشخصية او مستثمرين داخلين معاك. هي في كلتا الحالات مسؤولية هتحطها. فلازم قبل ما تحط الفلوس دي في المكان ده انت لازم تدرس انت هتعمل ايه. فبالتالي حضرتك عندك كاونر بيزنس انت لازم يكون عندك مايند سيت معينة. هي الفلوس مش هي اللي هتنجح بس البيزنس. انا شفت امثله قدامي، ناس فتحت بيزنس وبفلوس وخسر وقفل، وناس تانية فتحت بيزنس بفلوس اقل لكن كان عندهم رؤيه، فبالتالي الموضوع استمر ونجح. هنا بقى تيجي نقطه مهمه جدا، وهي الفيجن بتاعتك انت كراجل بيزنس مان. خلي بالك ان انت في نقطه مهمه لازم تاخد بالك منها وانت بتخطط. في فرق ما بين كلمه فيجن وفي فرق ما بين كلمة تارجت. الفرق ما بين الاتنين شاسع. لو انت جيت فكرت انت حضرتك هتفتح بيزنس ليه؟ لو انا جيت سألت واحد يعني حضرتك البيزنس ايه، نوعية البيزنس بتاعك؟ انا هفتح جيم، هفتح فيتنس سنتر. جميل. طب انت التارجت بتاعك ايه؟ والله انا التارجت بتاعي ان انا اشتغل واجيب فلوس ويبقى معايا فلوس واحسن من دخلي وابقى حر نفسي. انا اسف، هو ده مش تارجت ولا فيجن. ده حلم بسيط جدا انت عايز تحققه لنفسك، وهو مش حاجه وحشه، هتحققه، بس مش هو ده اللي هينجح لك البيزنس. لكن الاجابه الصح ان انت تيجي تقول لي ايه، لا ده الفيجن بتاعتي ان انا خلال 5 سنين اعمل براندنج للجيم بتاعي، وان انا خلال 5 سنين بدل الفرع اللي معايا هيبقى فرعين او هيبقوا 3، او انا هفتح في المنطقه دي والمنطقه دي والمنطقه دي. والفيجن هو دي الاجابه الصح اللي تقنعني انا ان انا اقول لك طب حلو قوي جميل، انا هستثمر فلوسي معاك، خد يا باشا المبلغ ده استثمروا لي معاك، لو ينفع ان انت بتاخد اسهم او انت بتاخد شركاء او الى اخره. فاذا هنا بقى هنقف نقول ايه يعني ايه الفرق ما بين فيجن والتارجت. كلمه فيجن دي حاجه بعيده المدى، التارجت دي حاجات قريبه.
والاتنين مشتركين في نجاح البيزنس. يعني الاتنين لازم يكونوا موجودين وانا بفكر وبفتح البيزنس بتاعي. ما ينفعش اقول لك تقول لي لا ما اصل الفيجن بتاعي كذا بس ما عنديش تارجت. لا، هما الاتنين مع بعض. ما هو انت التارجتس الصغيره اللي انت بتعملها في السكه طول ما انت ماشي هي دي اللي في الاخر هتوصلك للفيجن والرؤيه الكبيره والصوره الكبيره اللي انت راسمها للبيزنس بتاعك. طيب هديك مثال تاني بسيط صغير قد كده. انت الفيجن بتاعتك ايه؟ والله انا الفيجن بتاعتي ان انا اخش كليه كذا، وكليه كذا دي عايزه ايه؟ التارجت عالي جدا ان انا اذاكر مواد كذا واحضر محاضرات واعمل ورك شوب واذاكر كويس جدا واركز على نقاط. كل دي تارجتس صغيره. لما انا بقى اجمع التارجتس الصغيره دي بيوصلني للفيجن بتاعتي اللي هو انا دخلت الكليه الفلانيه. الكليه الفلانيه لسه مستمر الفيجن بتاعتي. خلي بالك، هناخد مثال اخر. انا النهارده دخلت مجال الفتنس از ان انا مدرب صغير دلوقتي. تمام. ايه الفيجن بتاعتي من دخولي مجال الفتنس؟ انا الفيجن بتاعتي ان انا ابقى كده بعد كده عندي الجيم بتاعي. فاذا انا دخولي المجال عايز اعرف المجال شكله ايه، شغال ازاي، يعني ايه جيم، يعني ايه تارجت لمدربين، يعني ايه اشتراكات، يعني ايه عروض، يعني ايه اجهزه، يعني ايه صيانه، يعني الى اخره. اجمع بقى الكلام ده كله واحطه في خبرتي وابتدي بقى كمان سنه 2 3 ابتدي ادرس ازاي افتح الجيم بتاعي. تمام، درسته، تمام، عملت الشغل بتاعي، فتحت الشغل بتاعي، فتحت الجيم بتاعي. يبقى انا كده جزء من الفيجن المستقبليه بتاعتي اتحققت. يبقى انت لازم كراجل عايز تفتح بيزنس وعايز تنجح يبقى انت لازم يكون عندك فيجن او شكل، عايز شكله عامل ازاي. يعني عايزه براندنج، عايزه بفروع، عايزه في مصر، عايزه بره مصر. دي الرؤيه الاخيره اللي انت لازم تفكر فيها. طيب، ده بقى يودينا لنقطة تانية مهمة جدا. ايه هي؟ ان انا النهاردة لما باجي افتح بيزنس وعايز انجحه، لو انا هدفي كأيمن هروح افتح بيزنس ان انا احسن دخلي من 10,000 جنيه في الشهر الى 50,000 ولا 100,000، هو ده مش فيجن. وممكن مع الوقت البروجكت بتاعك ما ينجحش، وممكن مع الوقت يبقى البروجكت بتاعك ماشي في خط مش طالع. ده معناه ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني انت تقصد ايه بكلامك؟ اقصد ان انت لما تيجي تحط اول قلم في الورقه بتاعتك في الخطه بتاعتك ان انت هتفتح بيزنس، لازم تبقى فاهم ان انت لازم تعمل حاجه اسمها براندنج. تعمل براندنج. مش مشكله ان انت النهارده اروح اخد مكان واوضبه واعمله مطعم واجيب شيف واحط ترابيزات واعمل يافطه. الموضوع مش كيمياء. اخره الموضوع ده ايه؟ هيخش لي دخل. جميل. هل انا بقى الدخل ده هخليه زي ما هو كده وتمام الله وشكرا والحمد لله واقعد في البيت، ولا انا الرؤيه بتاعتي نرجع بقى للفيجن؟ الفيجن بتاعتي ان انا اعمل براندنج. براندنج يعني برودكت، برودكت يعني كواليتي. كواليتي مش في كواليتي بس برودكت اللي انت بتقدمه، لا ده انت كمان برودكت الاستاف اللي شغال معاك. طيب، فيجن المايند سيت بتاعك ان انت راجل مسؤول عن تشغيل راس مال، انت حضرتك مسؤول عن كواليتي برودكت، حضرتك مسؤول عن شركاء موجودين معاك في البروجكت، حضرتك مسؤول عن تيم شغال معاك مسؤول منك. مفيش حاجة اسمها ان الناس دي مجرد اسيت انا بطلع منها فلوس. ده مش منطق. ده هيوقع لك البيزنس بتاعك. التيم رقم واحد، ان انت يكون عندك تيم كواليتي بتاعته عاليه مدرب. ومهم جدا الكوميونيكيشن ما بينك انت كسي او انت كبزنس اونر، انت بينك وبين التيم اللي تحتيك. بمعنى ايه كوميونيكيشن؟ مش كوميونيكيشن ان احنا طول النهار قاعدين في ميتنجز. الكوميونيكيشن مش ان احنا طول النهار بنشرب قهوه مع بعض. الكوميونيكيشن مش ان انا داخل انا بصبح عليك ونقعد نهزر ونضحك. لا، الكوميونيكيشن ان انا كراجل سي انا بوصل الفيجن بتاعتي اللي احنا قلنا عليها في الاول، انا بوصلها للتيم بتاعي. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي بفتح البيزنس بتاعي، انا قاعد في مكتبي او قاعدين في الميتنج روم، خلاص احنا فتحنا البيزنس، جبنا التيم بتاعنا، عيننا كل واحد في مكانه، هنبتدي نقعد. اول ميتنج يتعمل جوه الشركه تحت مسمى فيجن. يا جماعه انا فلان الفلاني، انا صاحب البيزنس، انا الفيجن بتاعتي 1 2 3. فبالتالي
كل خطط الشغل بتاعتكم المستقبليه تبقى مبنيه بناء على الفيجن اللي انا بديها لكم. ما انا لو انا النهارده ما قلتلكش انا عايز ايه، انت مش هتعرف تنتج لي اللي انا عايزه. لو انا النهارده ما قلتلكش انا محتاج منك ايه، انت كموظف هتفضل تلف حوالين نفسك، انت مش عارف ابدا شغلي ازاي. تمام، انا طالب من فلان كواليتي في الشغل، ما هو كواليتي في الشغل ايه برضو، انت عايزني اعمل ايه يعني؟ تمام، فلازم الفيجن بتاعتي تكون مفهومه للناس اللي تحتيه. هناخد مثال، لو احنا جينا النهارده بصينا لفنادق الخمس نجوم، شركات المالتي ناشونال، هي ليه شركات المالتي ناشونال ناجحه؟ شركات المالتي ناشونال مش موجوده بس في البلد المنشأ اللي طلعت منها، لا، انت بتلاقي اوتيل المقر بتاعه الهيد اوفيس بتاعه في كندا، وليه حوالين العالم ما يقرب من 60 و70 فرع. بتبص تلاقي ان ال 60 70 فرع ماشيين بنفس المايند سيت اللي الهيد اوفيس في كندا بيتكلم عليه او طالبه منه. طب ليه؟ لان احنا قلنا ان الهيد اوفيس اللي تحتيه كل الفروع هو قايل لهم الفيجن بتاعت الشركه بتاعتنا ايه، حاطط لهم السيستم، مديهم الستاندرد، عامل فولو اب وعامل كواليتي كنترول وعامل مراقبه وعامل، فبالتالي كله هتلاقي كله ماشي على نغمه واحده. طيب تعالى بقى كده، لو قلنا ان انا عندي النهارده هيد اوفيس وعندي مثلا 3 مطاعم موجودين في القاهره مثلا، وانا بقى راجل مش مركز ومش قايل للناس انا عايز ايه، ومش بعمل كواليتي تشيك ومش بهتم بالاستاف، انا بس عملت بوم في الاول كده ان انا فتحت وحطيت فلوس كتير وعملت دعايه وعملت يفط وعملت بروباجندا، وبعدين الموضوع راح فين؟ هيفضل الموضوع ماشي 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 ماشي، بعد كده يبتدي ايه؟ يبتدي ينزل 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 لحد ما تختفي. وده لو احنا جينا ضربنا المثل ده مثلا في مجال الفتنس والجيمات، هتبص هتلاقي في جيمات البراند بتاعها زي ما هو، وفي جيمات عملت في الاول ضجه، وبعدين تروح النهارده تلاقي المكان مش نظيف، اجهزه بايظه، المدربين قاعدين على التليفون ما مش مهتمين باي حاجه، الاتموسفير نفسه اهو الناس بتتمرن وخلاص ومحدش بيراقب ايه بيعمل ايه، على عكس الجيمات اللي هي البراند بتاعها مستمر، اللي هي بتحافظ على الجوده بتاعتها، لان هي هنا عندها فيجن. تاني عنده تارجت، ايه التارجت؟ ان انا عندي دخل معين في الشهر، انا تمام، انا كده ساتسفايد، وبوفر بقى في النفقات وبوفر في مش عارف ايه وبوفر في ايه عشان هامش الربح بتاعي يفضل عالي، بس في الاخر على حساب ايه؟ على حساب الكواليتي. تيجي بقى تبص الناحيه الثانيه على الحاجات البراندنج، هتبص هتلاقي لا ده بيصرف. ما هو انت كل ما تصرف كل ما هتفضل على القمه، انت كل ما تصرف كل ما البراند بتاعك بيكبر. بس طبعا دي هنعمل لها حلقه ثانيه، لان كلمه المصروفات دي ليها يعني ايه حوار كبير وليها تفاصيل كتير. خلصنا موضوع الفيجن، المايند سيت بتاعك، انت راجل عارف انت عايز ايه، الهدف بتاعك انت رسمه قدامك ورسمه للتيم بتاعك. هنيجي بقى لحاجة تانية مهمة، وهي عملية اختيار الناس بتاعتي. اختيار الناس بتاعتي بتخش من ضمن دراسة الجدوى اللي انا بعملها. انا النهاردة هناخد مثال بسيط، انا النهاردة هفتح جيم، انا راجل عارف ان الجيم ده لازم يكون فيه فيتنس مانجر، ولازم يكون فيه مساعد للفيتنس مانجر، ولازم يكون فيه شيفت ليدر او تيم ليدر، ولازم يكون فيه مدربين. يعني انا محتاج في الجيم حوالي 10 ستاف من الترينرز او الفيتنس سايد جوه الجيم، 10، ما ده الستاندرد. طيب انا بقى النهارده راجل مش فاهم بيزنس، او انا راجل ما اعرفش اي حاجه في البيزنس، فانا حافظ مش فاهم، جيت فتحت جيم، فلازم يكونوا ال10 دول موجودين. طيب وانت بتدرس مشروعك وانت بتدرس مكانك وانت بتحدد مساحه المكان بتاعك، هل انت شايف ان مساحه المكان بتاعتك هتتحمل الاستاف ده، ولا انت ممكن تعمل تشكيل تاني او اعاده هيكله تاني لشكل الاستاف بحيث يديك نفس النتيجه اللي انت عايزها بتكاليف في حدود بداية مشروعك؟ انا عايز اقول لكم ان انا بخش اماكن انا بحس ان المدربين اللي واقفين على الفلور والله اكتر من الممبرز. بتبص تلاقي مدربين زحمه، ليه؟ لان انت ما عملتش حساب القصه دي. انت فاهم ان الجيم لازم يكون فيه 1 2 3 4، ما هو انت كلامك صح، انت بتفكر صح، بس هل انت دلوقتي في بدايه مشروعك البادجت بتاعتك والدنيا بتاعتك تتحمل ان انت تشيل البادجت بتاع المدربين دول؟ لان انت في الاول بتعمل كده، وبعد كده بقى ترجع ايه تبص، ده انا مصاريفي عاليه، ده انا عندي فيتنس مانجر بياخد كذا والجوب ديسكريبشن بتاعته كذا وبياخد عموله كذا، ما بينتجليش، هو المفروض ان هو
شغله ان هو بيراقب على شغل الناس اللي تحت، فانا عندي واحد كده ما بينتجش بس بياخد فلوس، اخش على المساعد بتاعه بيبتدي نعمل نفس الكلام مع ان هو بيشتغل شويه فبيحقق جزء من التارجت، ابتدي بقى اقعد افصص طب انت ما فصصتش الكلام ده كله من الاول ليه؟ حملت على نفسك ليه الفلوس دي من الاول؟ لا، لازم تكون حاجه زي الفنادق الخمس نجوم والمالتي ناشونال، هو عارف هو عايز كام واحد في الاوتيل ده، هو عنده اوتيل 300 اوضه، هو عارف هو عايز في كل قسم ستاف قد ايه، ناس قد ايه، مديرين قد ايه. طب هو ليه عارف؟ لانه عامل دراسه جدوى، هو عامل دراسه على الجوب ديسكريبشن اللي مطلوبه والواجبات اللي مطلوبه ناحيه كل جست، فبالتالي من الواجبات دي بيبتدي يوفر عدد الناس اللي محتاجه. هنا بقى ما اجيش بعد كده اتزنق انا كجيم او انا كراجل فاتح بيزنس وابتدي افكر بقى ده انا فتحت الورق، ده انا لقيت المصاريف كتير، ده انا لقيت بدفع فلوس كتير. لا، نبتدي بقى ايه، نقلل نفقات، نبتدي بقى تيجي على ده وتيجي على ده، يبتدي البيزنس بتاعك ايه، في النزول. فموضوع البيزنس يا جماعه الموضوع حلو، الموضوع فيه تفاصيل كتير، الموضوع لو مشي صح هتلاقي نفسك البراند بتاعك بيكبر، هتلاقي نفسك بتكسب. لكن في الاخر هو محتاج دراسه، محتاج مايند سيت اداريه، مش محتاج مايند سيت واحد بيدي اوامر. خلي بالك بقى لما هنخش وهنتعمق في الموضوع ده هتبص هتلاقي نفسك ان انت محتاج الليدرشيب مايند اكتر من المانجمنت مايند. دي هنقولها بقى في حلقه تانية. دي كانت اول حلقه لينا في كلام بيزنس مع ايمن السركي. في نهايه الحلقه انا عايز اشكر مستر شادي محمد على استضافته لينا في راديو في السكه، استاذه ياسمين مديره الاستديوهات، وان شاء الله يكون المحتوى ده ايجابي ويوصل لكم معلومات ايجابيه، ونشوفكم الحلقه الجايه.